سبحان من صبرنا بعد الصيام والفطار وصلاة التراويح ان احنا نتفرج على منتخب زي ده. منتخب اقل واجب ان هو يجيب لك الشلل والنقطة. 20,000 واحد سافروا وحجزوا تذاكر المباراة وسافروا في الصيام وفطروا في الملعب عشان خاطر يشوفوا منتخب لا ليه شكل ولا طعم ولا لون ولا حتى ريحة. حاجة بصراحة تجيب النقطة والشلل. حاجة تحزنك على حال الكرة في مصر وحال منتخب مصر اللي وصل ليه ان هو يقابل منتخب اقل حاجه تتقال عنه انه فريق متواضع بالشكل والاداء الهزيل ده، بدل ما تدي الفرقه دي على عينها وتديها نتيجه كبيره عشان خاطر تدي تهديد لمنافسينك اللي جايين، او حتى تهدد المنتخب ده اللي انت هتسافر له كمان يومين وهتلعبه كمان 4 ايام في بلده في عاصمته في ملاوي. اداء هزيل سيء بصراحه يحزن اي حد اتفرج على الماتش، ويحزنك على الوقت اللي انت ضيعته ان انت تتفرج على الماتش ده. اهلا بيك عزيزي المشاهد، وكل سنه وانت طيب بمناسبه حلول الشهر الكريم. اعادوا علينا يا رب بالخير واليمن والبركات. هنتكلم مع بعض كده وهنهري عن ماتش مصر وملاوي وفرص مصر في المجموعه في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد مع الباش لعيب في حلقة جديدة هنتكلم فيها مع بعض عن مواضيع مهمة جدا تخص الكرة المصرية. بس قبل ما نبدأ لازم نصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، وما تنساش لو عجبك المحتوى تشترك في القناة، وكمان تضرب اللايك المتين، وكمان تفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل حلقاتنا الجديدة إن شاء الله. مصر من أهم الدول في الوطن العربي وفي القارة الأفريقية اللي ليها علاقة بكرة القدم. مصر من الرواد دايما في المجال ده، وتقريبا من أقدم الاتحادات اللي اتعملت في القارة الأفريقية والوطن العربي، وأنجبت الكرة المصرية علامات مميزة جدا في أفريقيا والوطن العربي. طبعا أبرزهم الكابتن الأسطورة محمود الخطيب وحسن شحاتة وكمان أبو تريكة، وآخر عناقيد المنهوبين النجم الأسطوري محمد صلاح. ولكن مع الأسف الإدارة بتاعة الكورة في مصر من سيء لأسوأ هي اللي وصلت منتخباتنا ان يبقى حالها بالحال ده، ان انت ما تصعدش كاس العالم رغم ان انت عندك مواهب كبيرة جدا، غير 3 مرات بس، منهم اخر مرة سنة 2018 والمرة الاخيرة تتغلب قدام السنغال اللي قدمت نسخة قوية جدا في قطر 2022. مصر كانت بتلاعب ملاوي في تصفيات افريقيا، التصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا، والعبقري بتاعنا البرتغالي روي فيتوريا ابتدى التشكيل بيوحيلك ان هو بيتفرج على دوري تاني غير الدوري المصري بتاعنا. سيبك من المحترفين اللي كانوا بيلعبوا سواء صلاح او مرموش او حتى مصطفى محمد وحجازي وطارق حامد اللي تقريبا كلهم كانوا بيلعبوا في اماكنهم، لكن الغريب قوي ان هو كان بيلعب احمد سيد زيزو لاعب الزمالك اللي هو معروف عنه ان هو بيلعب وينج، بيلعبه في مركز 8 في نص الملعب. حتى لو انا عايز العب احمد سيد زيزو وهو بيلعب مكان محمد صلاح، وطالما محمد صلاح موجود في الملعب يبقى زيزو مش في الملعب، طب ما انا وظفته في مكان مش في مكانه، عمره ما هيديني الاداء اللي انا منتظره منه. كمان ان هو يلعب محمود حماده لاعب فاركو في نص الملعب، لاعب كويس لاعب مميز، لكن في احسن منه في الدوري المصري. يعني انت لو بصيت على ال4 فرق الاوائل في الدوري المصري سواء الاهلي فيوتشر بيراميدز الزمالك، كل فرقه فيها على الاقل 2 لعيبه في نص الملعب، ما خدش منهم غير 2. يعني تخيل انت الاهلي خد منه حمدي فتحي ومروان عطيه والاثنين كان مقعدهم دكه. فيوتشر عنده 2 بيلعبوا في مركز 8 ويعتبروا هم اهم 2 في الدوري المصري سواء محمد رضا بوبو او حتى غنام محمد، ما خدهمش. بيراميدز ما خدش لعيبه من نص الملعب في بيراميدز، خد بس محمد حمدي اللي بيلعب في الباك الشمال. الزمالك ال3 اللي بيلعبوا في نص الملعب ما فيهمش احمد سيد زيزو. يبقى انت بتتفرج على دوري غير اللي احنا بنتفرج عليه. ده النتيجه الوحيده او التفسير المنطقي الوحيد للي شفناه من التشكيل في الملعب. ورغم ان هو كان معاه حمدي فتحي وزي ما قلنا هو ومروان عطيه وامام عاشور اللي ال3 اللي بيلعبوا في نص الملعب ويقدروا يقوموا بالادوار بتاعه نمره 8، هو لعب زيزو اللي دايما بيلعب جناح، واللي لما بيتغير في ماتشات الزمالك من جناح يمين لجناح شمال ما بيعرفش يأدي وبيبقى اداؤه مهزوز مع الزمالك. انا لعبته في مكان هو ما بيلعبش فيه اصلا مع فريقه ولا عمره حتى لعب فيه.
فكانت النتيجه ان احنا شفنا اداء في الملعب باصي صلاح، منتخب باصي صلاح، منتخب طول الشوط الاولاني بيدور على صلاح عشان خاطر يفتح اللعب عن طريقه. صلاح والله ما قصر، الراجل عمل اللي عليه، قدر ان هو ياخد لعيبه منتخب ملاوي حواليه، ويقدر ان هو عشان عنده رؤيه كويسه للملعب ان هو يلعب مع محمد حمدي الكره بتاع الجون الاولاني. وكان في فرصه جميله جدا لعبها محمد حمدي قبليها لمصطفى محمد. ده الشكل اللي كان موجود في الملعب، وكان الخطوره او دايما سبب الخطوره هو محمد صلاح وجنبيه محمد هاني. بعد الجون الاولاني اللي احنا شفنا فيه التبادل المراكز بتاع محمد صلاح مع احمد سيد زيزو، شفنا اداء في الملعب تحس ان هو تمرينه، او اقل حتى من كمان انها تمرينه، يعني مش ماتش ودي وتمرينه، ده انت بتمشي في الملعب، لعيبه عماله تباصي لبعضيها، لعيب كل لما يجي يمشي لقدام يروح راجع لورا، حاجه يعني انت بتشوف ماتش في الملعب ما يستاهلش الحضور الجماهيري اللي كان موجود، والناس اللي كانت تعبه نفسها وصايمه عشان خاطر تآزر منتخب زي ده. حتى الجون الثاني اللي ضغط فيه محمد هاني، وبالمناسبه محمد هاني عمل مباراه كبيره جدا 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 من ناحيه الاداء الدفاعي واداء الضغط اللي كان بيعمله، والمسانده كمان الهجوميه اللي كان بيساعد فيها محمد صلاح خاصه في الشوط الاولاني. كوره راحت لمحمد صلاح، وبرضه عشان خاطر هو عنده رؤيه بيبصيها بتشب كده لعمر مرموش. عمر مرموش بيشوط كوره ليس لها اي موقع من الاعراب، ليس لها اي معنى، ولولا دفاع منتخب ملاوي الضعيف الكرة ما كانتش هتخش جون، وتقريبا اتحسبت اون جون او هدف ذاتي لمنتخب ملاوي. كرة يعني انت مش عارف انت مستعجل ليه ان انت تشوط، رغم ان انت كان عندك مساحة ان انت تباصي على الشمال وتفتح لمصطفى محمد على الشمال وتعمل كرة خطيرة، والمهم ان هي جت جون. يعني هو الجون ده بيبين لك او بيوضح شكل الماتش عامل ازاي، يعني شكل الاداء في الملعب عامل ازاي. هو ده الجون. الجون التاني بيلخص لك الفيلم ده كله، بيوريك شكل الاداء بتاع منتخب مصر. الفتك بقى فيتوريا ما شافش بقى ان هو غلط في التشكيل بتاعه وحاول ان هو يغيره عشان خاطر يخلي المنتخب شكل اداؤه احسن في الشوط الثاني، لا استمر زي ما هو في اغلب الشوط الثاني تقريبا اكتر من نصه بنفس التشكيل. ولما غير محمود حماده ونزل مكانه امام عاشور، وساب برضه احمد سيد زيزو في الملعب. وتحس ان هو تقريبا عنده مشكله مع لعيبه الاهلي، كلهم نزلهم ورا بعض في اخر 4 دقائق او اخر 5 دقائق. نزل حمدي فتحي ومروان عطيه واحمد عبد القادر ومحمود كهربا، كلهم نزلهم في اخر 5 دقائق عشان يقولوا بس ان انا لعبت لعيبه الاهلي. يا عم مش عايز تلعبهم خليهم مع الاهلي، الاهلي عنده ماتش مهم جدا قدام الهلال، وماتش بالنسبه له عنق زجاجه وحياه او موت، عشان خاطر لو عايز يكمل في بطوله افريقيا. مش عايزهم خليهم، ليه يعني تعب نفسك وبتنزلهم في اخر 4 دقائق عشان خاطر تقول ادي لعيبه الاهلي؟ ملوش لازمه ان انت تنزلهم، الاهلي اولى بيهم. طبعا بعد الشوط الثاني اللي ملوش اي موقع من الاعراب، منتخب ملاوي ابتدى يبان ليه شويه شراسه هجوميه في اخر الشوط الثاني، وابتدى يضغط عليك ضغط متقدم شويه. واعتقد ان ده الشكل اللي هيلعب بيه منتخب ملاوي على ارضه وسط جمهوره، وهيبقى موقف منتخب مصر صعب بعد الاداء الهزيل اللي احنا شفناه في الملعب ده، خاصه مع تراجع اداء بعض اللعيبه ومعظمهم تقريبا ما كانوش في حالتهم الطبيعيه، وابرزهم طبعا احمد سيد زيزو وكمان عمر مرموش ومصطفى محمد. الفوز ده بيصعد لمنتخب مصر لصداره المجموعه ب6 نقط، والمنتخبات الثلاثه اللي وراه سواء اثيوبيا او غينيا او ملاوي كلهم عندهم 3 نقط، ما عدا ملاوي بس هو اللي لعب ماتشين. ماتش اثيوبيا وغينيا هيبقى ماتش مهم جدا لمنتخب مصر، وهيفرق في المركز الثاني بعد منتخب مصر. المنتخب هيسافر ملاوي بكره، وهيلاعب ملاوي يوم الثلاث في المباراة الأخيرة من التوقف الدولي، عشان خاطر اللعيبة كلها ترجع لأنديتها، وأبرزهم طبعا لعيبة الأهلي اللي عندهم ماتش مهم جدا مع الهلال السوداني، اللي بالمناسبة بيعمل كل اللي في وسعه سواء مشروع أو غير مشروع عشان خاطر يرهب لعيبة الأهلي، وعشان خاطر يعمل مشكلة في ماتشه مع الأهلي اللي جاي على استاد الرعب استاد القاهرة، خاصة بعد ما سمع بان الحكومة المصرية ادت كارت بلانش للنادي الاهلي ان هو يدخل 50,000 مشجع من جمهوره للمباراة الهامة والمصيرية دي. ماتش مهم جدا، والاهلي بيحاول يستغل الموقف اللي وقفته الدولة معاه بالسماح للعدد الكبير ده من الجمهور ان هو يدخل مباراة واحدة، خاصة بعد الازمة اللي حصلت بعد
حادثة بورسعيد ودخول الجمهور تدريجي 5 في 5 في 10. ده أكبر عدد من المشجعين هيبقى موجود في مباراة واحدة، وإن شاء الله تبقى ليلة رمضانية جميلة، والأهلي يقدر في المباراة دي ان هو يكسب فرق هدفين ويصعد لدور الثمانية من دوري ابطال افريقيا. وبس دي كانت كل تحليلاتنا وتعليقاتنا عن مباراة مصر وملاوي في تصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا. مبروك لمنتخب مصر الفوز رغم الاداء الضعيف، ونتمنى باذن الله المنتخب يتحسن اداؤه مع روي فيتوريا ويلعب كوره الجميله اللي احنا اتعودنا عليها من منتخب الفراعنه منتخب مصر. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بلايك وشير للفيديو وكمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش تفعل الجرس عشان تشوف حلقاتنا الجديده، واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.